فنزويلا. انت اكيد عارف اللي حصل في فنزويلا اليومين دول، بس هل تعرف ان فنزويلا ليها علامة غريبة جدا في عالم الالعاب؟ يمكن تكون انت ما تعرفش، بس علشان انا جدع هحكي لك. معاك منتصر من جيمز ارك. لايك وشير وسبسكرايب، وهات كوباية القهوة بتاعتك وتعالى علشان اقولك ايه اللي حصل. سنة 2010 بدأت أزمة اقتصادية شديدة جدا في فنزويلا، واستمرت سنين كتير، وده خلى العملة المحلية تنهار قدام الدولار، وطبعا انهار معاها قيمة المرتبات، لدرجة ان في ناس وصل مرتبها ل$7 في الشهر. تخيل يا صديقي تعيش ب$7 بس في الشهر. فالناس في فنزويلا شغلوا دماغهم شوية علشان يزودوا من دخلهم، وراحوا يشتغلوا في تعدين الذهب جوه لعبة اسمها رونسكيب. ولما تعرفش ايه هي اللعبة دي، فهي لعبة اونلاين نزلت سنة 2001، وفضلت تتطور على مدار السنين، وبقى ليها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. وابتدى الشعب الفنزويلي يلعب اللعبة دي كنوع من أنواع الدخل، وكانوا بيبيعوا المليون قطعة من الذهب جوه اللعبة بسعر 30 سنت، وحتى كمان كان بيوصل الأمر $3 على حسب المكان اللي هم بيبيعوا فيه. وساعتها اتعرفوا جوه اللعبة باسم مزارعين الذهب. وتخيل بقى يا صديقي، بسبب بيعهم للذهب جوه اللعبة بعد ما كان مرتب الفرد الواحد $7 في الشهر، بقوا يقدروا يجمعوا $3 في الساعة، وفي ناس دخلها الشهري وصل $150 بسبب اللعبة دي. لو انت شايف ان اللي انا حكيتهولك ده كله غريب، فخد بقى الاغرب. اللعبة بقى اقتصادها الداخلي معتمد على فلاحين فنزويلا، لدرجة ان لو النور قطع في منطقة معينة فيها ناس كتير بتلعب، كان بيأثر على سعر السلعة. انت متخيل الموضوع كان مؤثر ازاي؟ وقبل ما اختم الفيديو، في معلومة مهمة كنت سايبها لك للآخر، وهو ان محبين اللعبة في بقية العالم كله اتقسموا في رأيهم لجزئين. الجزء الاول بيقول ان هم شعب بيحاولوا يدبروا قوت يومهم، واللي بيعملوه ده بسبب المعاناة اللي هم عايشين فيها، فسيبوهم ياكلوا عيش. اما الجزء التاني شايف ان ده احتكار للسلع جوه اللعبة، واللي خلى سعرها يبقى عالي جدا، وكانوا رافضين اللي بيعملوا مزارعين الذهب. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.